الا قلت لك بلي امريكان تستكشفها مغرب. بطبيعه الحال تاريخ النفاق الاوروبي ما غاديش يقول لك هادشي. داكشي علاش انت خصك تكون عارف هذا شكون. تبع معايا القصه الاسطوريه اللي غتوقع هذا المغرب. مصطفى الأزموري كان واحدا من بين الأربعة الناجين مما أصبح يعرف برحلة الموت. قصة مصطفى الأزموري كان لها أثر في تغيير ملامح العالم. لقد تحول الأزموري إلى أسطورة حقيقية، ربما رغما عنه ويقينا رغم أنف المستكشفين. سنه 1520 كان البرتغال مستعمر المغرب اللي كان هاي الكليه مزيان. في ديك الوقيته كان مستعمر واحده من دوك المدن هي مدينه ازمور اللي قريبه من مدينه جديد. في ديك الحقبه كانوا مازال العبيد كيتباعوا في المغرب، والبطل ما تعطاش حقه في التاريخ كان واحد من دوك العبيد، مصطفى الزموري. في ديك الوقيته جا واحد الجفاف اللي بزاف، وقرروا دوك الناس اللي خدام عندهم هاد مصطفى يبيعوا الزموري. مرضي الوالدين غادي كتاب عليه تباع لواحد البرتغالي سميتو دورناتيس. وهاد البرتغالي الله يعمر ليه الدار غيتعامل معاه مزيان ما غيخصهم حتى شي خير. سالات المده اللي جا على قبل دورناتيس اللي غادي يخير فيه مصطفى واش يمشي معاه ولا يبقى في المغرب. مصطفى قال ليه ويلي نخلي العيشه معاك في النعيم ونبقى مع هادو في الجحيم. وهنا غادي يقرر يمشي مع البرتغال، والسبب المعقول ديالو ديك العلاقه ديال العبد ومولاه ما بقاتش، ولا نديرو بحال صحيبو ومأمنوا على داكشي كامل اللي كان عنده. سنه 1527 غيبداو الرحلات ديال استكشاف القاره الامريكيه. في الاول دورناتيس ما بغاش يدي مع مصطفى، ولينا ديك الزموري تا هو لاصقه ما تفاكش معاه حتى بشمال. واخا هكاك عدو الزهر ديك البرتغالي دا مع مصطفى هو اللي غادي يعتقهم في ديك الرحله اللي غيمشي فيها. المهم غتبدا الرحله غيركبوا في ديك السفينه قائد البعثه دورناتيس ومصطفى الزموري ومعاهم واحد 300 واحد اخر، وبدات المسيره الى القاره الامريكيه. الطريق في البحر كانت عاديه وغادي يقدروا يوصلوا اول بلاصه اللي تسمات دابا هي فلوريدا. وبطبيعه الحال فلوريدا ديال شحال هادي ماشي دلدال. غادي يهبط دورناتيس قائد الرحله ومصطفى من السفينه، وغادي يبقاو شي وحدين حاضين السفينه بما رجعوا وبداو الاستكشاف في ديك البلاصه. كانت معانا حيوانات زاحفه ومفترسه اللي قدروا يقتلوا بزاف من دوك البعثات الاستكشافيه، وغادي يكملوا يجملوا الهنود الحمر اللي غادي يساليو معاهم بزاف. وملي شاف القضيه ما حماناش قرر قائد البعثه انه يرجع بحالاتو يمشي يقلب على شي بلاصه اللي هاني يستكشفها على خاطر. اما هاد البلاصه اللي بقاو غاديين فيها غيساليو معاهم كاملين، وما يضربوا الدوميتور ورجعوا للسفينه. ولين الصدمه هي ملي غيوصل غيلقاو باللي اللي خلوهم حاضين مشاو خلوهم غدروا بيه، ما بقاوش عندهم باش يمشيو في البحر، الماكله قربات تقادا اليوم ما بقاش عندهم باش يعيشوا. وهنا غتبان اللمسه ديال صاحبنا الزموري، وغادي يبان الدور المهم اللي عنده في هذه الرحله. غيمشي عند قائد الرحله ويقول انا صايب لك الفلوك. قائد الرحله ما كانش عنده شي خيار اخر، قال لي طحن. ويقول لمصطفى عطوني كاع الحوايج اللي عندكم نصايب بهم اشرعه. عطاهم ليه ويقول لهم عطوني سلاحاتكم باش نقوي بهم الدعامات. هنا تردوا واش غنتيقوا فيه ولا ما غنتيقوش فيه. في الاول بقاو متردين ولكن ما كانش عندهم حل، عطاو السلاح. ومن بعد 20 يوم مصطفى الزموري غادي يكمل 5 ديال الفلوك، غادي يهزوا دوك المستكشفين كاملين. قائد ديال البعثه قال مصطفى انت غتمشي معايا وغادي تكون موجهه بديك الفلوكات لواحد المدينه في المكسيك سميتها بوناكو، اللي كان كيسحب قائد البعثه ان ديك المدينه قريبه ولكن كانت المسافه ديالها اكثر من 2000 كيلومتر. بسبب ضعف الهيكل ديال دوك الفلوكات غتجي واحد العاصفه اللي واعره بزاف وغادي يغرقوا 3 الفلوكات من 5، ومن 300 واحد بداو معاهم الرحله غيبقاو 8. المدينه اللي كانوا غاديين ليها ما غيوصلوش ليها وغادي يلوحوا التيار في واحد الجزيره قريبه لتكساس. وديك البلاصه كان فيها البرد بزاف وما كانوش مستعدين لها لان حوايجهم كاملين دايرهم في الاشرعه، وحتى الماكله في ديك المدينه منعدم. وهنا غتبدا البلبال. من بعد ما كانت عاد الرحله قائد حتى واحد ما يبقى يسمع، غادي يتفرجوا على مجموعات وكل غيبدا يقلب على راسو باش يعيش. مصطفى الزموري مشى مع واحد المجموعه من زهرهم غادي يلقاو واحد القبيله ديال الهنود الحمر في الشمال ديال الجزيره. دوك الهنود الحمر جاو مصطفى واللي معاه في شي شكل. مع مصطفى كان كحل والبرتغاليين البيضين كانوا كيعتقدوا انهم ولاد الشمس، حيت مصطفى كان كحل كيرمز الليل والبرتغاليين البيضين كيرمزوا النهار، لان دوك الهنود الحمر كانوا كيعبدوا الشمس، كانوا كيعتقدوا ان ولاد الشمس غادي يداويهم ويجيبوا لهم الرزق، قضيه غتزها عنده. المهم تهلاو فيهم مزيان الماكله الشراب داكشي داز عندهم النار. مع المده هاد الهنود الحمر ولاو كيبانوا لهم داك ولاد الشمس ما ولاد الشمس ما والو، ما داوهم ما جابوا لهم رزق، هما يردوهم بحال العبيد. مصطفى ما عجبوش الحال، قال ويلي حنا كنا عبيد ورجعوا عاوتاني عبيد. ومن هنا غادي تحول مصطفى الزموري من عبد في المغرب الى مستكشف امريكا. وملي غيهربوا من ديك القبيله اللي كانوا فيها غيبقاو غاديين حتى غيلقاو واحد القبيله اخرى ويداو واحد الفكره على مصطفى. قال اجي هاد القبائل كيامنوا بالخرافات اجي نطلق لهم السحاري ميريدي وغادي يقول لهم باللي انا جاي من واحد البلاصه بعيده والقبيله اللي كنوصل لها كنداويها. هو بحكم تعلم شويه اللغات في هذيك القبيله اللي كانوا شادين فيها قدر يتواصل مع هاد القبيله، وبالفعل صدق ليه البلان اللي دار ولا معروف في ديك القبيله.
داز واحد المده هو يقرر يدير داكشي اللي جا على قبله نهار الاول، استكشاف القاره الامريكيه، وغيبدا يتحول من قبيله لقبيله، وفاش كيخرج من ديك القبيله كيخلي لهم الوصفه السحريه باش كيداوي الناس. والدواء اللي كان كيداوي به هو النبته ديال الحشيش، كان كيكرم مزيان كيجيبها للمريض كيشعل ليه فيه العافيه وكيخليه تكي، كانوا كيصحابو كيداويهم هو راه كيكيف. وبسبب هاد العشبه يقدر مصطفى يوصل لشي بلايص اللي ما عمر شي واحد وصل لهم في امريكا. وفي سنه 1563 الزموري غيخرج من امريكا وغيقدر يوصل للمكسيك، لقى المغامره ديالو واصله حتى لتما. وبسبب السمعه الحسنه ديالو الملك ديال اسبانيا غادي يعيط ليه باش يقوم ليه بواحد المهمه استكشافيه. مصطفى مشى عنده قال لي الشمه، قال لي بغيتي تقلب لي على واحد المدينه في امريكا كلها ذهب، بما انك انت الوحيد اللي درتي امريكان كامله ولاو كيعرفوك انت اللي غتلقاها. وهذه المدينه هي مدينه سيبولا اللي الاهرام ديالها كلها ذهب، وفي ديك القبيله الذهب كان موجود. مصطفى الزموري بطبيعه الحال غيقبل وداروا ملك اسبانيا هو رئيس البعثه. تخيلوا معايا من عبد في المغرب الى قائد رحله استكشافيه. واخا هكاك الملك ديال اسبانيا ما تاخش فيه وغيصيفط معاه واحد راهب فرنسي باش يحضيه. من بعد ما بدات الرحله مصطفى الزموري غيتنادم معاه الحال من جهه الهنود الحمر اللي عاش معاهم واحد المده، وغيدير ليه واحد كانا خطير باش يتفك منه، ويقول راهب انت غتبقى مع الجيش كامل مورايا وانا غادي نسبقوا كانوا الهنود الحمر باش ما يشكوش فين، وفين ما غنوصلوا شي بلاصه في الذهب غنخليو لكم شي علامه ومنها تبقى تابعنا نيت. داكشي اللي داروا، وبالفعل مصطفى الزموري غيوصل لمدينه سيبول اللي كانوا الاهرام ديالها كلها ذهب. وباش شي غزاة ما يجوش ينهبوها صيفط شي هنود الحمر معاه قال لهم سيروا عند داك الراهب قولوا له بلي هاد المدينه راه ما كايناش، وبلي مصطفى الزموري راه قتلوه الهنود الحمر. وبالفعل مشاو عنده قالوا لي، والراهب حيت كان خواف ما قدرش يجي ديك القبيله، دابا يولوا قاتلينو تا هو. وسير هاد القصه ديال البطل ديالنا مصطفى الزموري اللي حنت مغربي وذو اصول عربيه ما خداش حقه في التاريخ، وبحال بزاف النجاحات اللي كينتسبوا للعرب النفاق الاوروبي ما كيعترفش بهذا الشيء.